السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أول حلقة من رحلة النمو والتطوير الذاتي. وكما كنعرفوا هذه المسيرة ديال تطوير الذات هي شبيهة بالماراثون، ماشي سباق سريع، وهي واحد الأمانة اللي في عنق كل واحد فينا اللي خصو يعمل بها ويحاول يطور من راسه باش يكون إنسان صالح ونافع للنفس ديالو وحتى للمجتمع. في هذه الحلقة الأولى نبغيو نرسخوا أن المفهوم ديال التطوير الذاتي هو ماشي شي حاجة اللي زايدة، وإنما هو واجب علينا باش نستغلوا النعم اللي عطانا الله أحسن استغلال، بما أنه الله سبحانه وتعالى فضلنا على بزاف من المخلوقات بالعقل والقدرة على التعلم والتغيير. وإلا ما استغليناش هذه النعم في تطوير راسنا وتحسين الأخلاق ديالنا وحتى العلم ديالنا، غادي نكونوا قصرنا في حق هذه العطايا الربانية. التطوير الذاتي كيبدا اولا وقبل كل شيء بالاعتراف بالعيوب والنقائص اللي فينا. ما كاينش شي واحد اللي كامل، الكمال لله وحده. اما الشجاعه الحقيقيه هي انك تقدر تواجه الضعف ديالك وتواجه راسك وتقول لراسك إيه انا محتاج نخدم على هذه النقطه باش نكون احسن وكون على يقين. هذا الاعتراف هو الخطوه الاولى نحو الاصلاح. ثانيا خاص يكون عندنا واحد الهدف اللي واضح وقابل للقياس في هذه الرحله ديال التطوير. شنو بغينا نغيروا في راسنا مثلا؟ واش بغينا نكونوا اكثر صبرا؟ واش بغينا نكونوا اكثر تنظيما؟ واش بغينا نزيدوا في العلم ديالنا؟ كل واحد فينا وعارف شنو خصو يخدم عليه. المهم هو نحددوا الاهداف ديالنا بدقه ونسعاو للتحقيق ديالها بالاستعانه بالله سبحانه. ثالثا خاص يكون عندنا الصبر والاستمرار، انه بلا صبر وبلا استمراريه ما غادي توصل حتى شي بلاصه. وكنأكد عليها، الطريق ديال التطوير الذاتي ماشي مفرش بالورد، غادي نلقاو فيه بزاف ديال الصعوبات والتحديات، والشيطان غادي يحاول ييأسنا ويقول لنا صافي راك ما غاديش تبدل، انت راك هكا، راه غادي تبقى هكا. ولكن ديما خاص يكون عندنا واحد هذاك المؤمن القوي اللي داخل فينا، خصو يخرج واللي هو يتوكل على الله ويستمر ديما في الجهاد ديال النفس ديالو، كيف ما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. رابعا خاصنا نختاروا بدقة الرفقة الصالحة اللي تعيننا على الخير، كيف ما كنقولوا الصاحب ساحب. إلا كانوا صحابك ناس طموحين وكيقلبوا غير على الخير والفعل ديال الخير، غادي يشجعوك حتى انت ويعاونوك باش تزيد القدام. اما إلا كانوا صحابك سلبيين وكيضيعوا غير الوقت، غادي يرجعوك غير اللور. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. خامسا وأخيرا خاصنا الإخلاص في هذا العمل. التطوير الذاتي أو التطوير ديالنا خاص يكون خالص لوجه الله، ماشي باش يمدحنا الناس ولا باش نبانو مزيانين قدامهم، وإنما إلا كان العمل خالص لوجه الله، الله كن على يقين غادي يبارك لك فيه وغادي يعاونك عليه. هادو غير بعض الأفكار اللي بغيت نشاركها معكم في هذه الحلقة الأولى، وكنتمنى من الله أنه يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. وديما تذكروا أن البدايات جد جد مهمة، وإذا بدينا بداية صحيحة وقوية غادي يعاون الله سبحانه وتعالى باش نكملوا الطريق بنجاح. نتلاقاو في الحلقة الماجية إن شاء الله باش نشوفوا موضوع جديد يفيدنا في المسيرة ديالنا نحو الأفضل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.